السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الحمد لله المرة اللي فاتت عرفنا جميع أنواع المرفقات، سواء بقى تدرج فايل، هتدرج صورة، أيا يكن. في بقى عندنا 8 حاجات لازم نكون عارفينهم قبل ما نخش على الجديد. إيه هي بقى الحاجات؟ عندنا رقم واحد، أنت لما بتيجي تكتب أي رسالة أو بتيجي تعمل رسالة جديدة، طبعا أنت بعد ما بتكتب رسالة بتضطر إن أنت تخش على منطقة العمليات بتاعتك اللي هي تقدر تعدل فيها الخط، تخليه كبير، تخليه صغير، نوع الخط، الكلام ده كله. أنت ممكن تخلي كل ده جاهز مثبت، بحيث ان كل ما تكتب رساله هو اوتوماتيك خلاص عارف الخط بتاعك ايه. طيب ازاي نعمل ده؟ نفتح الاوتلوك وهتخش على فايل واوبشن. بعد ما تخش على اوبشن هتلاقي ايه؟ كلمه ميل. هتخش هنا على الفونتس. هنا بص يا سيدي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك نيو ايميل مسج. نوع الخط هيكون ايه؟ طيب لما تيجي تعمل ريبلاي انت عايز نوع الخط ايه؟ طيب تعال نجرب كده. هنقول فونت مسج، او لما نيجي نعمل نيو مسج خلينا نعمل خطوط مختلفه بحيث بس ايه نشوف الدنيا ماشيه ازاي. طيب هنخلي لما نيجي نكتب رساله هنخليها بخط. طبعا كل ما بتطبق هنا ايه الاكزامبل اللي انت بتنفذه فوق. هنخليه مثلا بولد، ونوع الخط مثلا فيردانا. اوكي، الكومبلكس ده اللي يقصد بيها اللغه العربي. انا عامل طبعا اللغه العربي انسب خط ليها بالنسبه لي اللي هو كاليبري ده. طيب خلينا نغير مثلا، نخليه بص نوع الخط اللي تحت ده، وخلينا نميزه بيكون اكبر شويه بحيث ان احنا نشوف ايه اللي هيحصل. بص ركز معايا، ده نوعه فيردانا وحجمه 12، وده حجمه 18. في ايه؟ في النيو مسج. طب ندوس كده، بص زي ما انت شايف نيو مسج. طيب لما تيجي تعمل ريبلاي ممكن تثبت حجم الخط ونوع الخط لما بتيجي ترد على اي رساله. طيب تعالى نرد على اي رساله مثلا، او انا اسف يعني ايه، نخلي حجم الخط. بص انا هختار عشوائي كده عشان ايه بس ايه اوكي نخليه يا عم 20. طبعا احنا ما اتفقناش على ان هو يكون 20، بس خلينا ايه مجرد نجرب. انا هرجع كل ده اصلا تاني في العربي، نخليه بالحجم ده بالشكل ده. يبقى بص هنا لما بتيجي تعمل نيو مسج هيكون كده وبالعربي هيكون كده. طيب لما تيجي تعمل ريبلاي هيكون كده وبالعربي هيكون كده. تعالى بقى نجرب. اوكي هندوس اوكي، هندوس اوكي. تعالى نعمل نيو مسج. تعالى نكتبها بالانجليزي الاول. واخد بالك هو ما كتبهاش بخط 10 ولا خط الديفولت بتاع الاوتلوك، لا هو نفذ اللي انت حطيته له هناك هنا تمام في منطقه العمليات بتاعتك. تعالى نكتب بالعربي مثلا. شايف؟ اوكي ده كده ايه، بص فوق كده اول ما اجي عند العربي شايف هو الخط اللي انا اخترته بالفونت بتاعي. تعالى كده نعمل ريبلاي لاي مسج مثلا كده، المسج دي مثلا، وتعالى نعمل ريبلاي كده ونشوف هيتعامل ازاي. انا عامل عربي، بص هو واخد بالك ايه اللي حصل. ونفس الكلام خلينا نحول انجليزي. بص لما ادوس الت شيفت وحولت للانجليزي شوف هيكتب ايه. طب تعالى نحول عربي. اول ما احول عربي حولها للخط اللي انا مختاره. فدي اول حاجه هتسهل عليك جدا ان انت مش كل ما تعمل نيو مسج وتكتب رساله تقعد تنسقها وتقعد تختار نوع الخط وحجم الخط. انت من الاول خالص تخش على اوبشن وتخلي حجم الخط ثابت. طيب احنا دلوقتي هندرج اصلا جدول. يعني انت اوريدي، يعني تعالى هنا كده اوريك. انت دلوقتي عايز تدرج جدول، فاحنا زي ما احنا شايفين هنا انا عملت نيو مسج. هندوس على انسيرت من قائمه انسيرت وهندوس على تيبل. طبعا بتختار الجدول اللي انت عايزه. طيب هل الجدول بتاعك اكبر من كده؟ ماشي مفيش مشكله. انت ممكن تعمل انسيرت تيبل وتحدد ارقام او الاعداد بتاعه الكولمز او الاعمده والصفوف. تمام، خلينا نعمل انسيرت تيبل. بص عملت كده ايه انسيرت تيبل. نفترض ان انت هتعمل مثلا نيم مثلا، ايج مثلا، فون نمبر، ادرس، تمام، مثلا كود، ايا يكن. شايف لما عملت انسيرت لتيبل هتبدا ان انت ايه تنسق زي ما انت عايز. خلينا نعمل كده ايه تيبل عشوائي كده، هرم مثلا، كود ايا يكن. خلينا نعملها كده كوبي ونحط هنا. انا بعمل بس كمثال. عندك عمود فاضي، كليك يمين بكل بساطه وهتقول له ايه ديليت كولم او ديليت، يعني ايه دلت لي العمود ده. شايف الحته دي فيها جميع انواع التصاميم الخاصه بالجدول. يعني انت عايز طبعا ما ينفعش انت تبعت الجدول بالشكل ده، بيبقى فيه تنسيق مميز للرساله. فانت ايه بتختار الشكل اللي انت عاوزه. عايز تخلي الجدول بالشكل ده، عايز تخلي الجدول بالشكل ده. طيب هل كده كفايه؟ في لقطه كمان ممكن تعملها هتبين ان انت
يعني حد فاهم جدا. شايف لما تيجي عند الجدول كده وبعدين يعني شايف مثلا ايدج، شايف المسافه اللي بعديها دي، تحس ان في بهوأه في الجدول، خصوصا بقى لو انت باعت جدول كبير، المستقبل للجدول ده يعني هيتوه فيه. في حاجه انا بعملها على طول، كليك يمين وشايف اوتو فيت، انت كده بتقول له ايه، اعمل لي فيت للكونتنت اللي جوه الجدول، يعني اعمل لي فيت للحاجات اللي مكتوبه جوه الجدول. فانت اول ما ادوس كده بدا ان هو ايه، يخلي الجدول صغير وطبقا للايه، للحاجات اللي مكتوبه جواه. طبعا في اوبشنز تانية بس انا بوريك الحاجات اللي انت بتستخدمها. طبعا انت تقدر تجرب اي حاجه زي ما انت شايف، تقدر ان انت تجرب تو ويندو، اوتو فيت تو ويندو زي ما انت شايف، اللي هو بيعمل اوتو فيت طبعا ده لا ينصح به خالص يعني. فاحنا هنخليها كده، ده الاختيار الايه الانسب، بحيث ان انت تكون كاتب حاجتك، حاطط جدولك. وده ينطبق حتى لو جايب الجدول من شيت اكسل، تقدر ان انت تعمل الحركه دي بحيث ان هو يعمل سيف او يوفر في المسافات الخاصه بالرساله. الحاجه الثالثه ان انت زي ما هتدرك جدول، انت ممكن تدرك شارتس اللي هي رسمه بيانيه. طيب ازاي ندرك رسمه بيانيه؟ طبعا من قائمه انسرت دي اللي فيها كل اي حاجه فيها ادراج جوه الرساله، تقدر جواها اي حاجه تخص المرفقات الخاصه بالرساله. طيب احنا عندنا شارتس. طيب انت عندك بص جميع انواع الشارتس اللي انت تقدر تبعتها في الرساله. طبعا اي شارت تقدر تخدمها، تخليها تخدم الغرض اللي انت عايزه. يعني مثلا انا عايز ابعت شارت، مثلا الشارت دي، فاول ما ادوس عليها كده بالشكل ده هتدوس اوكي، هتبدا ان هي تظهر بالشكل ده. طيب بيظهر معاها كده ايه، زي لينك اكسل، بحيث ان انت البيانات اللي موجوده هنا هي اللي انت هتكتبها هنا. يعني انت مثلا كاتيجوري، خلينا نكتب مثلا بيانات طلاب، مثلا احمد، محمد، مثلا محمود. انت مثلا ايه، هتكتب بيانات طلاب زي ما انت شايف هنا بتطبق تحت. بص اول ما اكتب مثلا علي، هو خلى اخر حاجه علي. طبعا مثلا سيريس، عايز تخلي السيريس مثلا جريد مثلا، ومثلا يعني اي حاجه زي ما انت شايف ان انت تقدر تحط بياناتهم. وفي نفس الوقت ان انت ممكن تغير الشارت تايتل مثلا، تمام. وتقدر ان انت تختار برضو نفس الكلام. اول ما تختار الشارت تايتل هتلاقي نفسك عندك كل الاشكال الخاصه بالشارت دي، تمام. تقدر ان انت تختار زي ما انت عايز الشكل المناسب او الشكل اللي هو ايه هتشوفه مناسب للرساله بتاعتك. بس بمجرد ما تقفل دي خلاص كده عندك شارتس موجوده قصادك اللي انت تقدر تدرجها مع الرساله. طيب علامه بلس دي فيها كل، يعني مثلا انت ممكن تضيف وتحذف حاجات جوه الشارتس. يعني زي ما احنا شايفين داتا ليبل، ممكن تقدر تخلي الارقام فوقيها، ممكن تخلي الداتا تيبل موجوده زي ما انت شايف كده. طيب ممكن تحذف حاجه، ممكن تشيل مش عايز تخلي الارقام اللي على الجنب دي او الاطوال اللي موجوده على الجنب دي. يعني عندك ايه، تقدر ان انت تشكل زي ما انت عايز الشارت اللي قصادك ده، تقدر تشكله زي ما انت عايز. طيب عايز تعمل ايديت للداتا، كليك يمين وهتلاقي ايه، ايديت داتا، بحيث ان انت عايز تزود، عايز تنقص، عايز تعدل، كل ده موجود جوه الشارتس. وطبعا عندك الوان. بص انت تقدر تعمل كل حاجه، انا بس بوريك ازاي تعمل انسيرت وبعدين انت تعيش بقى جوه التشكيل ده. بقى كل واحد بيبقى ليه ذوقه في التشكيل ده. طيب انت ممكن كمان تعمل حاجه اسمها ايه، تدرج شارت ارتس اللي هي من قائمه انسيرت. خلينا نفتح ايميل جديد اهو، وشايف انسيرت برضو نفس الكلام. انت هتدوس هنا طبعا عشان دي منطقه العمليات الخاصه بيك، تمام. شايف سمارت ارتس. سمارت ارتس دي بقى اكتر حد بيستخدمها اللي بيبعت ايميل مثلا في شرح الحاجه، ايميل في توضيح لمشكله ما، ايميل في مشكله وحلها. فانت عندك كل اللي انت تقدر تختاره ده وتعدل عليه زي ما انت عايز. يعني انت بص كانك ان شاء الله ده كده هيتشرح بالتفصيل في الباوربوينت، فده كانك فاتح باوربوينت بس انت بترفقه جوه الرساله. طبعا ده يعتبر حل سريع لو انت بتبعت حاجه جوه الرساله. خلينا مثلا نختار شارت بشكل عشوائي، مثلا تعالى نختار ده. وزي ما انت شايف تقدر ان انت بص بمجرد ما اخترته هيروح منزل لك جميع انواع الاشكال الخاصه بيه. انت ممكن تغيره من هنا الاشكال اللي انت عايزها، انت ممكن تعمل الشكل زي ما انت عايز، يعني ليك مطلق الحريه ان انت تختار. انا ممكن مثلا نختار مثلا ايا يكن كده مثلا. تقدر بقى بص زي ما انت عايز ان انت تعمل ادراج للسمارت او السمارت ارت، تقدر ان انت تعمل لها ادراج. ده بالنسبه للسمارت ارت. الحاجه الخامسه، لو انت راجل مثلا محاسب وبتبعت رموز، بتبعت مثلا جدول في رمز الدولار، رمز اليورو، رمز الجنيه،
انت طبعا لو واخدها من اكسل هي هتتحط على طول. طيب فرضا ان انت عملت جدول عايز تعمل، مثلا عملنا انسيرت لتيبل وكتبنا جواها مثلا هنا 10 ننزل 20، الرموز بنعمل لها برضو انسيرت من الجزء ده. شايف السيمبلز اللي موجوده او السيمبل اللي موجوده هنا، تقدر ان انت تعمل ادراج لاي رمز جنب اي حاجه. يعني انت تقدر تعمل ادراج لاي رمز زي ما احنا شايفين كده. بص جميع انواع الرموز اللي ممكن تستخدمها في الرساله بتاعتك، رموز بقى هيروغليفيه، رموز زي ما انت شايف روسيه، علامه الدولار، علامه كل اللي انت شايفه تقدر ان انت تدرجه في اي رساله. يعني اي رساله هي موجوده تقدر ان انت تدرج السيمبلز او الرموز اللي احنا شايفينها دي. الحاجه رقم 6، انت دلوقتي معاك رساله وعايز تطبعها. طبعا في خطا شائع جدا جدا لما تيجي تطبع رساله. تعال نفتح مثلا رساله، وليكن مثلا الرساله اللي احنا بعتناها دي. طبعا كلنا عارفين رمز الطباعه اللي هو كنترول زائد بي اللي هو برنت، بحيث ان انت تطبع الرساله. طيب في خطا احنا كلنا انا عن نفسي وقعت فيه قبل كده، اللي هو انا لو انا عندي مثلا رسائل كتير فوق بعض، مثلا حوالي 19 ايميل ردين على بعض، وبعدين انا عايز اطبع اخر رساله. فالغلطه اللي انا بقع فيها ان انا بلاقي نفسي عملت برنت على طول، فبتروح المكنه مطلعه لي حوالي 18 ورقه طبعا لي الايميل كله. طبعا الرقم بيبان عندك من هنا. يعني انت لو عندك ايميلات كتير تحت بعض هيقول لك 1 اوف 1 او 1 اوف 12 1 اوف، يعني هتلاقي العدد النهائي كده. طيب انت ممكن تعمل ايه؟ انت ممكن تروح دايس على برنت اوبشن وهتقول له بيج رينج من مش اول، هتقول له انا عايز مثلا الرساله او عايز صفحه واحد اللي هي معروضه قصادي هنا، انا عايز 1 و2 زي ما انت شايف. هو حتى كاتب لك اكزامبل تحت. طب انا عايز رساله من 1 ل4 او صفحه من 1 ل4، من 1 لحد 4 هيروح طابع لك من 1 ل4. وتبدا ان انت ممكن تعمل بريفيو بحيث ان انت تشوف الرساله قبل ما تطبع، قبل ما تدي امر البرنت. طبعا ده بيسيف او بيوفر كميه هدر اوراق مهوله. يعني انت لما تستسهل كنترول بي على طول وتروح دايس برنت، انت بتطبع كميه رسائل وفي الاخر انت مش محتاج غير ورقه واحده بس. اما انت لو عملت اللقطه دي او حددت بالظبط من جوه البرنت اوبشن انت عايز تطبع ايه، هتوفر هدر كتير. لان ده انا غلطه دي انا غلطتها قبل كده، وعاده بشوف للاسف ناس كتير جدا بتغلطها يعني. طيب في حاجه كمان، انا دلوقتي مثلا زي ما عرفنا في الحلقه رقم 2 تقريبا ازاي تركب ايميلك على اللابتوب، ازاي تركبه على الموبايل. فانا دلوقتي مركب ايميلي على الموبايل، كان دايما المشكله دي موجوده عندي، وقلت طبعا اشاركها معاك. ان انا لما بقرا الرساله على الموبايل باجي تاني يوم مثلا في الشغل ممكن ما اخدش بالي الاقي الرساله مقروءه. يعني انا دلوقتي مثلا تعالى ايه عندنا رسائل، يعني شايف الواحد 2 3، شايف الرسائل اللي بالازرق دي الجنب الازرق ده، دي كده رسائل مش مقروءه. اول ما تشوفها على الموبايل هي بتتقري ان هي اتقرت زي كده. فانا يعني لما بتيجي ان انت مثلا عايز تخلي الرساله مش مقروءه، يعني مثلا انت شفت الرساله النهارده وعايز تخليها مش مقروءه لحد بكره، الجنب ده هو المسؤول عن الحته دي، الريد وان ريد. شايف هو كده ان ريد كده ريد، تمام. لان برضو في بعض الناس بيكون عنده مثلا 10 ايميلات 15 ايميل عايز يخليهم كلهم ريد او ان ريد، فيقعد يخش على ايميل عشان يخليهم ان ريد، وده طبعا مش صح. يعني مثلا انا هنا عندي 11 رساله مش مقروئين. طب انا ازاي اجيبهم؟ بكل بساطه بنروح داخلين على الفلتر الخاص بالرسائل. الفلتر ده هنخليه على الان ريد ايميلز كلها، فبالتالي انا هروح داخل معلم عليهم كلهم كده، طبعا شيفت وسهم لتحت بيبدا ان هو يعلم عليهم كلهم، وهتروح دايس على رساله واحده كده. شايف كده انت عملت لهم كلهم ان ريد. هنا انت كمان ممكن ان انت تخلي الرساله باي مثلا باي ديت، وده طبعا الاصح، يعني ان انت تعمل رسائلك كلها باي ديت بحيث ان انت تكون التاريخ من الاقدم للاحدث، اخر رساله تجيلك فوق هي الرساله اللي هي جات لك. طيب الحاجه الاخيره اللي هي رقم 8، انت ازاي تخلي اللي عندك قائمه الفلتر دي كل واحد بقى واللي يقدر يعمله. يعني انا مثلا بحب ارتب الايميلات بالديت، وده طبعا اصح حاجه ان انت بحيث اخر رساله تجيلك فوق هي اخر رساله جات لك. طيب انت ممكن تعملهم فروم، يعني تبدا زي ما انت شايف الايميل ده جالك منه كذا، الايميل ده جالك منه كذا، مثلا الفيسبوك جالك منه كذا، يعني فاهم. انت كده بتفلترهم جات من مين. طيب تو الرسائل اللي انت بعتها، انت بعت مثلا من عبد الرحمن لبهلول، دي رايحه فين؟ هتلاقي فلترهم لك زي ما انت عايز، تمام. طبعا لسه هنخش على كاتيجوريز، ازاي نعمل كاتيجوريز للايميلات. كل
كل ده هنعرفه بالتفصيل. فعندك القائمه دي الخاصه بالفلتر الخاص بالايميلات، وطبعا اخر ميل يكون فوق، اخر ميل يكون تحت، زي ما انت عايز تقدر ان انت تفلتر الايميلات اللي موجوده قصادك بحيث ان هي تسهل عليك. وبس كده. وان شاء الله الحلقه اللي جايه هنخش بقى في حته تنظيم الايميلات، ازاي تكون راجل منظم جالك 1000 ايميل تعرف ان انت تصنفهم، تعرف ان انت ترد على ايميل. وطبعا مش هفكرك اخر حاجه ان المقاطعه هي اسلوب حياتك. شكرا ليك، السلام عليكم.